على طول عند الباك اليمين خوان فران بادئ يلعبها جول. جول سالفيو، انطونيو سالفيو الارجنتيني يقطع من على القايم القريب ويلعبها حلوه في الزاويه البعيده على يمين عبد الواحد، ياخد عرضيه خوان فران. انطلق، قلت لحضراتكم لعيب كبير خوان فران، انطلق وعمل عرضيه. عبد الواحد بيلوم زملائه لان الكره اتلعبت حلوه ويحطها في سعاده في بنش او دكه اتلتيكو مدريد. هتشوف الكره تاني، شوف اتحطت حلوه وادي العرضيه. سبق كريم الحسن وغالط كريم الحسن. انطونيو سالفيو رقم 8 الارجنتيني، وادي العرضيه الحلوه حلوه بالمقاس من بيتزي اللي عمل عرضيه. بيتزي ادي خوان فران، وادي لويس ميخيل بيتزي اتحرك له كويس جدا انطونيو سالفيو على القايم القريب عشان يجيب الهدف الاول. بيتزي بعد ما عمل العرضيه واتحرك خلق الفرصه بشكل رائع وعمل عرضيه لسالفيو. كريم الحسن برضه بنفس الطريقه تتحط طويله، لو اتلعبت بالعرض خطيره. اوه جول الهدف الثاني سالفيو يجيب الهدف الثاني سالفيو ويحط هدف على طول برضه بخطأ دفاعي من دفاع نادي الزمالك، برضه متساب لوحده، يا دوبك لمس الكرة بصدره واتحرك عشان ياخد العرضيه. مفيش رقابه. ادي الكرة هنشوفها تاني، شوف مؤخر بذكاء عشان ما يبقاش متسلل. هدف صحيح، وادي بصدره بس يحطها في المرمى. ادي البدايه من رياس. هنا مفيش، صلاح سليمان لسه بادئ يضغط، برضه بيتزي وسالفيو كانه ثنائي بقى، بنشوف ثنائي في هذا اللقاء. برضه بيتزي نمره 15 البرتغالي، وانطونيو سالفيو لبوليدو لميراندا. طولت يا شيكا لو عدى رايح هو الجول، يحطها تحت رجله وسقوط. وهنشوف مدي ضربة جزاء، اعتبر شيكابالا على الخط. هنشوف الإعادة، الخط داخل منطقة الجزاء، الإعادة هتفصل. لو على الخط خلاص يبقى ضربة جزاء. هنشوف لعيبة بتعترض، بقول لحضراتكم واخدينها جد. لا مش مباراة ودية. ها يعني فيها انا بقول بره لكن سمير عثمان مع وقعة شيكابالا. هنشوف من هنا، شوف امشي انا بقول البداية بره لكن مع وقعة شيكابالا جوه. سمير عثمان جاي صفر على طول بضربة جزاء لصالح الزمالك. وبيني وبينكم هي كانت فرصة مؤكدة للزمالك بعد ما اتردت من ميراندا وانطلق. خلاص اللعيبة هتمتثل. حسن شحاتة بياخد نفسه لانه حس ان دي تقرب، سابوها لميدو عشان يتصدى وسجل ضربة جزاء في مباراة المحلة. ما ننساش احمد حسام ميدو وذكريات اسبانية كثيرة مع سالتا فيجو، كان عامل ثنائي هو والكسندر موستوفوي نجم الروسي الكبير الحقيقة مع سالتا فيجو، ونجحوا ان هم يبقوه في الدوري. الليزر يا ريت بلاش يا جماعة، نادينا كتير بلاش الليزر. ميدو لسه بينتظر الاذن، جمهور بيقول ميدو الجمهور العظيم اللي بيتفاعل. احمد حسام جول للزمالك. احمد حسام يعود ميدو بنادي الزمالك من ضربة الجزاء ويستعيد ذكريات النجومية، ذكريات التألق، ذكريات الفرق والملاعب الأوروبية، وهو يواجه اتلتيكو مدريد ويقود مدرسة الفن والهندسة بهدف يعيد الزمالك للصورة مرة تانية. لعبها بقوة، اسينخو راح معاها الحقيقة، ما كانش محظوظ لأنه راح معاها. بص حضراتكم اهي، ده يمكن لمست الجوانتي كمان وداخل الشباك، وتصبح النتيجة 2 اتلتيكو. هنشوف هتتنفذ ازاي، ودييجو كمان بينفذها كويس. 26 سنة اهو، بقول لحضراتكم متخصص. دييجو تفتكر جونينيو باوليستا، تفتكر رونالدينيو على نادي السد في كأس العالم للأندية. شرف عربي انه يبقى نادي السد وفريق من الوداد البيضاوي المغربي وترجي الرياضي التونسي. كنا نتمنى النادي الاهلي طبعا يكمل، لكن عزائنا برضو انه هيبقى في شقيق عربي موجود في كأس العالم للأندية بصحبة السد. الف مبروك لاشقائنا في قطر ولنادي السد. هنشوف هتتنفذ ازاي. رياس دييجو قلت لك اسطى في الكرات الثابته، برضو بينفذها باقتدار. عبد الواحد بيظبط مع الحيطه، صافرات في المدرجات. دييجو هو ورياس والليزر يا جماعه ارجوكوا. دييجو يلعبها دييجو في المرمى جوه الجول، مش ممكن. بقول لحضراتكم اوعى الراجل ده وهو بيسدد باقتدار، معروف في فولفسبورج، في بريمن، في رحلاته كلها في اليوفي، في اليوفنتوس، في بورتو البرتغالي، دايما بيشوطها باقتدار. رايح ميراندا اهو
برازيلي الاخر يهنيه، حطها باقتدار. شوف لاففها ازاي، ياه لاففها من فوق الحيطه صعبه. عبد الواحد بيبص طبعا لان الحيطه اتحركت من مكانها، ويحطها دييجو عن الشوط الثاني بعد 5 دقايق، وتصبح النتيجه لادريان. حلوه، خلقت الفرصه، وادي تتشال تضرب، هوبا، والهدف دييجو من متابعه كره سالفيو، شالها تضرب في العارضه وترجع تاني لدييجو اللي عامل المتابعه والفولو، ويحطها في المرمى عشان يبقى الجون الرابع لاتلتيكو. شوف التحرك يتدرس. شوف دييجو جاي منين، وادي كريم الحسن، وادي دييجو تاني ويحطها